أهلا بيكم في تغطياتنا اليومية لأبرز الأحداث الرياضية. إيه القرار النهائي اللي إدارة النادي الأهلي خدته بشأن عماد النحاس؟ هيستمر أم يرحل؟ كمان هنشوف القرار القوي جدا بشأن قفشة هل وأشرف هيتم داري فعلا الاستغناء عنهم؟ كمان هنشوف عودة النجم إمام عاشور إمتى للملاعب، ورضا عبد العال النجم السابق بيقول إيه على عماد النحاس؟ هل هو فعلا المفروض يمشي ولا يكمل في تدريب النادي الأهلي؟ ونجم الزمالك السابق حازم إمام النجم الموهوب الحريف يا ترى قال ايه على دفاع النادي الاهلي؟ كل ده هيكون معاكم في قناه صوت الملعب. قبل ما ننسى، لو حابب تشترك وتعرف اخبار الرياضه وكواليس الرياضه وما وراء كل خطوات في الرياضه، اشترك بالقناه. اهلا بيكم في قناه صوت الملعب. كلنا عارفين دلوقتي ان النادي الاهلي بيعاني من مشكله في الدفاع، ودي اللي قالها حازم امام الكبير. قال ان فعلا يا جماعه الان النادي الاهلي عنده مشاكل كبيره في الدفاع، لانه هو دخل فيه جونين في مباراه كهرباء الاسماعيليه، وكل المطوشة اللي لعبها مفيش الا بس في مباراتين هما اللي ما دخلش فيهم اجوان. ده دليل ايه؟ ان في مشاكل فعلا في خط الدفاع النادي الاهلي، ودي حقيقة. كلنا عارفين ان مفيش استقرار شوية في خط الدفاع نتيجة الاصابات، خصوصا اصابة النجم المغربي الكبير اوي 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 واشرف داري، النجم اللي مش محظوظ خالص مع النادي الاهلي مع الاسف. من اول ما جه اصابات كتيرة معاه، لكن هو حريف ممتاز، مش حريف بس. كمان عندنا موضوع عماد النحاس، هل هيكمل ولا هيمشي؟ لا، إدارة النادي الأهلي اتخذت قرار نهائي إن عماد النحاس نقول له شكرا للفترة اللي حضرتك قدمتها للنادي الأهلي وأنقذت الفريق بعد النتائج السيئة اللي قدمها المدرب السابق ريبيرو. عشان كده الأهلي خلاص هيعلن الأيام الجاية عن المدرب الجديد. أما بالنسبة لقفشة وأشرف داري، الأهلي قرر خلاص بشكل نهائي إن هو هيتم الاستغناء عنهم الأيام اللي جاية، وهيدور على أي عقد مناسب للاعبين. بالنسبة لأشرف داري، نادي الوداد تقريبا طلبه. طيب إمتى تقرر عودة النجم إمام عاشور للملاعب؟ الكلام ده طبعا قرار من الطبيب النادي الأهلي هو اللي هيقرره، لأن احنا عارفين إن إمام عاشور مصاب بفيروس إيه، وفيروس إيه أقل حاجة لازم أسبوعين راحة. عشان كده إدارة النادي الأهلي خلاص قررت الفترة الجاية إن هي تبدأ تستعين بخدمات إمام عاشور، لأنه بدأ خلاص في مرحلة التعافي وهيبقى في أعلى فورمة الأيام اللي جاية. وطبعا فترة التوقف بسبب المطوشة الدولية هتبقى فرصة كويسة جدا للعيبة إمام وغير إمام، للناس دي كلها إن هي تجهز نفسها وتبقى في أعلى لياقة بدنية وتبقى جاهزة للمباريات الفترة اللي جاية. تعالوا نشوف رأي رضا عبد العال بيقول إيه على عماد النحاس. هل هو فعلا من حقه يكمل وياخد الفرصة كاملة، ولا لأ لازم نستعين بمدرب أجنبي؟ رضا عبد العال بيرجح بقوة ان هو رحيل عماد النحاس، وانا بصراحه ايد الموضوع دوت، لان هو بيقول لك مستقبل النادي الاهلي هيبقى مهدد. انت فعلا كنادي اهلي داخل على بطولات كتيره وحاجات كتيره، الاهلي عايز حد اقوى من كده، حد فني اعلى من كده، لان احنا بنقابل مشاكل كتيره خصوصا في خط الوسط وتغييرات متاخره. انت بيجيلك مطوشه كتيره، بتبقى عايز مايسترو في خط الوسط وما عندكش اللاعب اللي يعمل الحته دي. انت كل اعتمادك على مروان عطية، لاعب ارتكاز قوي وبيعمل اللي عليه وأكتر كمان. بس طيب فين الفني؟ فين الفن اللي يقدر يوزع الكرة؟ تحس إن الحتة دي مفتقدينها، إلا بقى اجتهادات شخصية زي كان إمام عاشور، زي حسين الشحات. دي قدرات لعيبة. أما بالنسبة لي تريزيجيه دايما بيحدف ناحية الشمال، بيعمل الحتة دي، بس بيحدف من ساعة ما لعب في النادي الأهلي وبره وفي كل مكان وفي المنتخب، بيميل شوية ناحية الشمال وبيجيد جدا طبعا في المكان ده. لكن احنا محتاجين حد ما يصرف خط الوسط، يبدأ يوزع الكورة زي زمان.